مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة الكل يتصل ويسألنا عن قضية ماذا وقع في زاكورة. معايا عبد الناصر. عدد كبير من المغاربة تبعوا المأساة اللي عاش عبد الناصر بعد اختفاء في الأول الابن ديالو. يونس ألم المغاربة بشكل كبير. وليد يلاه تزاد عنده تقريبا بين سنة وشهرين، في لحظة من اللحظات غادي يختفي. نعلم جيدا أنه زاكورة ناس ثقة، وأنا عشت ملفات تما هاد الناس استثناء، ما كاينش حضينين حضي قابلنين قابل، كاينه ثقة والناس كتعيش على شاكلة أسر، ومعظم الناس اللي كاين تما العائلة كتلقى فيها العم والخال. إلا أن اختفاء يونس في الأول شكل صدمة للعائلة. من بعد غادي تطور الأبحاث، ناصر غادي يكتشف في الأخير الابن ديالو مشى عند رب العالمين وغيلقاه جثة هامدة. السؤال المطروح، واش الابن ديالو وفاة عادية أم أمور أخرى؟ لحدود الساعة كاينة أسئلة محيرة في الموضوع. غادي نشوف مع عبد الناصر القصة من الأول. عبد الناصر غادي نقول لك الله يرزقك الصبر اكثر. بطلب عدد كبير من المغاربه بغيت نشوف معك الموضوع. انا غنبدا معك من نهار دزتي انت الاول. شكون هو عبد الناصر؟ تفضل. السلام عليكم. السلام. كنشكركم على المجيء ديالكم، تنشكركم بزاف. عبد الناصر واحد الانسان بسيط عاش في زاكورة، عمره تقريبا كامل هو عايش في زاكورة، خدام مع الوالد ديالي حيت كبر. قريت حتى الكاتريام، خرجت من المدرسة نساعد الوالد ديالي. خرجت من المدرسة صافي بقيت خدام مع الوالد. جيت لهنا الكازا حتى هي خدمت فيها شوية. من بعد سنين تزوجت كتب لي الله، رزقني الله بواحد البنية هاجر، عندها دابا 4 سنين. من بعد زاد عندي الوليد يونس. معاناة من نهار تختفى لي الوليد ديالي يونس شهر 3 نهار 1 في الشهر كنت انا خدام في تيشلة نواحي أوسرد، حتى تيتصل بيا الخوادري ديالي، الاخ ديالي الصغير تيقول لي راه كنقلبوا على الابن ديالك ما لقيناش. صوني ما عرفش تساعدوا معايا الناس معاش خدام. شديت الطريق بداك الليل، ما وصلت الصباح للداخله. شديت الطياره للدار البيضاء، من الدار البيضاء شديتها لزاكورة. لقيت الدار ديالنا الابحاث كلشي تيقلب. صدمه كبيره، لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا اللي دار فيا هادشي. جيت انا بداك الليل يومين ديال الطريق بلا نعاس. خرج بداك الليل تنقلب تما الساقيه، قلبت درت انا بوحدي ما كان معايا حتى حد. في ديك الوقيته اللي وصلت خرجت بالبيل ديالي كنقلب، ما بان لي والو. تخبرت بان السلطات جات تما الليل كامل وهي تتقلب. الدوار ديالنا حتى هو الناس اللي عرفوا الخبر جاو حتى هما تيقلبوا المنطقه تقريبا كامله. من نهار 1 وحنا في المعاناه وفي البحث وفي الجرا مألمين خايفين. كنقلبوا تنقول غنلقاو ولدي حي، حي. تنقول المراه ديالي كتكون جالسه حدايا تقول لي دروك يجيبوا لنا شي واحد يحطوا لنا ورا الدار ولا شي حاجه. معاناه ما بغيتها حتى شي مسلم ولا حتى لشي انسان فيه الانسانيه، مسلم ولا غير مسلم. ما بغيت لي هاد الحاله هادي.
10 أيام ديال البحث، 10 أيام ديال التقلاب. حسبي الله ونعم الوكيل. من بعد 10 أيام كنتلقاو الخبر بأنه تلقى في واحد الساقية بعيدة عنا، واحد 2 كيلومتر. مستحيل أن الابن ديالي يمشي لديك البلاصة، حيت هو يلاه كيربي الخطيوات ديالو. لقيت الابن ديالي في ديك الساقية، ما قدرتش كاع، بانت لي واحد التقشيره ديالو بعيده عليه، ما قدرت كاع نقرب ليه. لا حول ولا قوه الا بالله. جاو السلطات كامله، السلطات حضرات، كنشكرهم من هذا المنبر هذا، داروا مجهود معنا في ديك 10 أيام. تساعدت العمل جا عطى التعليمات ديالو، القائد رئيس الدائره داروا المجهود ديالهم، الله يرحم ليهم الوالدين. ولكن داز التشريح نهار 13 في الشهر، نهار 13 في الشهر، ولحد الساعه باقي ما كاينه حتى نتيجه. انا كنطالب من المغاربه كاملين انهم يدعوا معنا بالصبر، ولحد الساعه راه باقي كنقلبوا على شكون اللي دار فينا هذا الشيء. هذا المجرم هذا خاصو ياخذ العقاب ديالو، ويضرب بيد من حديد كل من سولت لنفسه انه يدير بحال هذا الجرم هذا. وكان ناشد الجمعيات وجمعيات حقوق الطفل حتى يتدخل وتوقف في الجانب ديالنا. وكنشكر المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن على المؤازره ديالهم. وبغيت هادشي يوصل لجلاله الملك باش الله ينصروا وعاشت الاسره العلويه. بغينا هاد الحاله ما تلاش تكرر، حيت دازو حالات وتنساو، حالات في زاكورا دازو وتنساو. انا ما بغيتش هاد الحاله تعاود تكرر. تبطرات يد في زاكورا وما لقاوش شكون اللي دارها. كون ديك الساعه ضربت بيد من حديد ولقاو شكون هذاك اللي دار هذا الجرم هذا، ما غاش نوصل انا، ما غاش يوصل شي واحد لهاد الحاله هذه، وما غاش يتختبر لي انا الابن ديالي، حيت تلقى المجرم غياخذ العقاب ديالو. وحنا دروك باقيين خايفين. الاخ ديالي لحد الساعه باقي ما عمرو خدم، خايف على الوليدات ديالو، خليته في زاكورا. انا علاش جيت هنا لكازا؟ علاش جيت لكازا؟ جبت المراه ديالي انها تعالج. ناشدنا وزاره الصحه، ناشدناها انا والسلامين الابيض شأنكم، ناشدناهم باش يعطونا شي طبيب نفساني ولا شي، يحضروا معنا. انا خليت الوالد ديالي دروك فيه حاله يرتلها، والاخ ديالي الدار ديالها كامله في زاكورا كامله مرض. انا جبت المراه هنا ديالي تعالج، جبتها انا وجيت انا وياها وواحد الابنه ديالي. هذا ولد عمي هو اللي جابنا. ولد عمي مسكين حتى هو تكلف وجا وقف معنا ورا الدار ديالو هذه، الله يجازيه فيه خير. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. النصر عطيتيني القصه كامله، غادي نقدر نتساعد انا وياك في الاسئله اللي كاينه في الموضوع. السؤال الاول حسب التصريحات ديالك قلتي بانه رجال الدارك جاو وكانت معهم الكلاب المدربه وشافوا هذيك المنطقه وما كان تما والو، صحيح؟ ديك البلاصه فاش تلقى الابن ديالي دازو فيها الكلاب المدربه، دازو فيها الناس، داز البحث تما. ماشي هما داروا المجهود ديالهم، ولكن هذه كتدل انه فعل فاعل، شي واحد دار فينا هذه القضيه هذه. هذا جواب. السؤال الثاني، في الوقت اللي لقيتوا الابن ديالكم كيفاش لقيتوه؟ واش الجثه تحللات شيئا ما ولا باقي كيبان ولا ضعاف ولا شنو اللي لقيتو؟ شنو العلامات اللي شتي ولا المعلومات ديال العائله معك اللي شافوه؟ واش عليه شي علامات ضرب؟ واش عليه شي حاجه كتبان؟ الابن ديالي بدا في التحلل وضعيف، وحويجاته باقيين فيه، حويجاته دوك الحوايج باش خرج من الدار باقيين فيه. وداك الصويبيد حيت كان تيلعب في وسط الدار وطاح ليه واحد الصويبيد ديالو في وسط الدار، حيت هو كبير عليه شويه طاح ليه. وحيت مشينا لتما لقينا واحد باقي ليه في رجليه. لا يعقل ان الدري
يقول لك راه تمشى ولا شي حاجه، وكون طاح لي داك الصبيبيط ديالو، هذا بفعل فاعل، بفعل فاعل. رجع معايا لهاد القضيه ديال الصباط. قلتي واحد ندرج انا وياك، قلتي لي واحد فرده ما كايناش من حدا الدار، يعني الا مشى واخا فرده كاينه في الدار وفرده في رجليه، يعني الا مشى دابا غتقول لي المسافه بين فين تلقى الوليد مع الدار شحال؟ 2 كيلومتر. 2 كيلومتر صعيب يمكنش يمشيها. واحد بالغ صعيب عليه، واحد بالغ صعيب عليه يمشي في ديك المسافه، وكل شيء الدوار كل شيء تما قلبوا. الدرك الملكي حتى هو قلب تما. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو. نعم كذلك الناس الجيران تما، ولا ما كاين حتى شي واحد اللي شاك في شي حاجه ولا شاف شي شخص؟ لا انتم ولاد المنطقه كتعرفوا بعضياتكم، شي واحد اللي جا غريب على المنطقه تما ولا ما كاينش هادشي؟ لا ما كاينش هادشي. حنا كما قلت لك كنخدموا هادشي ديال القصب، الناس بسطاء معروفين في المنطقه كامله، معروفين. حنا كنصاوبوا مع الوالد هادشي ديال القصب، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو. سؤال كذلك السي عبد الناصر، الا كان ممكن تساعدني عليه، الوليد عادي ولا زهري ولا؟ انا قلت ما عرفتش زهري ولا ماشي زهري، انا ما كنعرفش داكشي. احنا مسالمين ما كنعرفوش، وليداتنا كاع كيدوروا حدانا وبخير وعلى خير. كتكون هاد الابن باش نقربوا الصوره، حنا نبحثوا فقط، نعم ما نشوفوش واش هاد المساله ديال هذه ما عندها علاقه بامور اخرى. انا فهمت الابعاد، ولكن انا بغيت نقرب معك الصوره. شنو هي العلامات اللي في الوليد؟ شي علامه كتقدر تكون فيه هو ما كاينه حتى في شي واحد اخر فيكم نتوما مثلا. العلامه اللي في وليدي هو كيضحك لكلشي، كيبتسم لكلشي وما تيبكيش، يهزو اي واحد ما يبكيش. اللون ديال عينيه وامور اخرى عادي كيشبه لك؟ كيشبه ليا بزاف كاع، كيشبه ليا. ما عنده حتى شي علامه فيه هو كتميز على وليدات اخرين مثلا؟ انا ما عرفتش، ما عمري قلبت ولدي، ما عمرو كاع طاحت لي في بالي ان شي واحد شي نهار غيجي يدير فيا انا هادشي، ولا في العائله ديالنا. ولكن مثل هاد الواقع كتسمعهم كيوقعوا بزاف بحال هادشي. انا ما عمري خطرت لي على بالي كاع، ما عمري خطرت لي في بالي ان شي نهار غيجي شي واحد ويخطف لك ولدك قدام باب دارك. انا بغيت هاد الحاله هذه تكون اخر حاله في المغرب كامل ان شاء الله يا ربي. كسؤال اخير، عطيتيني نقاط مهمين ومن بينهم مساله الحذاء ديال الابن ديالك اللي كان غاديه بفرده وصل بها في 2 كيلومتر، ما يمكنش هو يمشي بها. هذا سؤال معقول. شنو هي النقاط الاخرى اللي كتشوف محيره في الواقع انت؟ حاجه اللي توحي انك تقول هناك كما كتقول انت هناك هذا الفعل عنده فاعل ديالو؟ هاد الحاله هذه باش ان نعرف بالله انه فعل فاعل، حيت في 5 دقائق ولا 2 دقائق ما يمكنش الام ديالو كتقلب، الاب ديالي انا تيقلب، الاخ ديالي الدوار كامله كيقلب وما يتجبرش تما، يكون كان كاع مشى على رجليه ما كيفوتش هو حدا الدار وما كيخرجش حدا الدار ما كيخرج كاع حدا، تما تيلعب قدام الدار كيدخل الدار صافي. لا حسبي الله. الابن ديالك الوقيته اللي وقعت الواقعه في الناس العائله، شكون اللي كان في الكبار تما؟ اللي انت ما كاينش، مسافر خدام، شكون اللي كان تما؟ كاين الوالد ديالي. الوالد ديالك عنده التليفون؟ عنده التليفون. عنده التليفون. شكون اخر اللي كان تما؟ كانوا الدراري ولاد خويا حتى هما صغار. لا في الكبار اللي تقدر تكون شكون تما اللي عنده التليفون غير الوالد؟ كاين امو، كاينه جده، كاينه مرت خويا، كاع هادشي كاين تما في الدار. شنو الابحاث اللي وصلت لها الان؟ التشريح خرج ما خرجش؟ باقي البحث مفتوح؟ شنو اللي كاين دابا؟ لحد الساعه التشريح داز نهار 13 كما قلت لك، لحد الساعه ما كاينه حتى نتيجه. لحد الساعه حنا باقيين مألمين، باقيين مرض، باقيين كنترجاو من الله ومن السلطات يعطونا شي نتيجه، نعرفوا ولدنا باش مات وشكون هذا اللي دار فينا هادشي. الزوجه ديالك كسؤال اخير، كنت تكلم في الاول ولكن دابا الذهن ديالي هذا السؤال، كيفاش الوضع الصحي مسكينه ديال هذا مرتك؟ مأساوي. الزوجه ديالي تعاني حيت راه صعيب انها تنسى هادشي. واش الابن كان تيلعب قدامها، كان كيجري قدامها
وفي لحظة في رمشتين يختفي، أنا وصعيبة عليا، صعيبة على خويا، على الأب ديالي. حتى الأب ديالي مسكين كبير، عانى معانا ومازال كيعاني. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسترك عبد الناصر، الله يبين الحق يا ربي. مشاهدينا الكرام، هذه هي قضية يونس اللي لا زالت لحدود الساعة فيها ألغاز بقوة. لا يمكن أن نصدر حكما على أي شخص، ولكن إذا كانت مجموعة من الألغاز من الطبيعي غتكون أسئلة. عبد الناصر أب، الله يسمح لنا من الوالدين، يروي بطريقة سلسة، كيتكلم والله العظيم إلا هو كيحبس في الدموع. أنا عشت معاه وتنشوف الطريقة كيفاش كيتكلم. ولكن ليتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. هاد الظاهرة ماشي أول مرة كتوقع، إلا ماشي في زاكورة في النواحي، وهناك قصص. وانا كنت في زاكورة في قضية الطفلة أو البنية الصغيرة اللي لقينا غير العظام. من بعد مدة الأبحاث غيتم اعتقال مجموعة من الأشخاص حول ظاهرة البحث عن الكنوز والشهوة وأمور أخرى. مشاهدينا الكرام، قضية يونس نتمنى توفيق لمن هم في محط صنع قرار لتعميق البحث أكثر حول ملابسات الواقعة. المغرب في 2026 كان عندي معاه سؤال، قلت شكون اللي كان في المكان؟ قال لي الاب. قال لي كان عنده التليفون؟ قال لي لماذا؟ وتنتمنى ما نقولش لماذا، تقدر تكون دارت، ولكن كنتمنى ان تكون خبره على الهواتف ديال التموقع. نقدروا ناخذوا رقم الهاتف ديال الاب ونشوفوا الرقم اللي كان حداه في نفس التوقيت ديال الاختفاء. اللي دار هذا الشيء مثلا، الا كان شي حد اللي دار، من الطبيعي يكون عنده هاتف، وكيفاش غيجي لأي المكان وكيفاش غيدوز من تما. ممكن هذا بحث، والبحث تيكون شي حاجه مشروعه للجميع، لانه الهدف الاسمى هو الحقيقه. هذا الوليد في لحظه من اللحظات رجال الدرك داروا مجهود. لا ننسى كذلك السيد العامل اللي جا شخصيا وشرفته هو على البحث. الدرك الملكي التتبع ديال النيابه العامه دقيقه بدقيقه، جات يعني الدرك الملكي حضروا باللوجيستيك بمجموعه من الامكانيات، وكانوا في عين المكان، وكانت الكلاب المدربه، ولكن ما قدروش يوصلوا لهذا الوليد. فيما بعد غادي توصلهم معلومات انه تلقى في هذه البلاصه اللي كتبعد على المنزل ب2 كيلومتر. السؤال المطروح اللي كيطرح ذاته بقوه هو عطاني تحليل معمق. وليد قال لك عنده الصباط ديالو كبر منه، مشى بفرده وحلل وناقش عام وشهرين، يلا بدا كيتعلم يمشي. غادي يقدر يمشي 2 كيلومتر وبفرده، الصباط كاين والفرده الثانيه ما كايناش. هذه كلها اسئله محيره. نتمنى ما دام البحث باقي مفتوح، نتمنى يا ربي بحث معمق اكثر، ولنا الثقه في الجهاز ديال الدرك الملكي، حتى الجهاز ديال الدرك او بالضبط فيما هو محلي، الى ما كانش عندهم امكانيات ولا لوجيستيك، لنا الثقه في الفرقه الوطنيه للدرك الملكي. لا من الكفاءه ومن التجربه ومن اللوجيستيك ما يكفي. حنا عشنا ملفات. غادي ننور الراي العام للتذكير، وبالاخص مغرب نيوز. نذكروا الشابه اللي شدها الشيخ وقتلها نواحي صويره باش غيعترفوا غيوجهوا رجال الدرك، ودخلات الفرقه الوطنيه للدرك الملكي على الخط بالتموقع. في الاول كان كينكر، هو شيخ ديال القبيله، كنت عندها معاه علاقه، ولكن باش حصلوا رجال الدرك في الاخير انه جبدوا الهاتف ديالها مع الهاتف ديالو ملاصقين في نفس التوقيت وفي نفس المكان. حاصلوا بعض الامور اللي يعترفها في الاخير. تما هي فاش غيقول لنا كيفاش دار، وقتلها بندقيه ولا حافل البير، راه تحكم بالاعدام. يعني الابحاث هي صاحبه القرار اللي تبين الحقيقه اكثر باش هاد العائله تطمئن. انا ما كنتزايدوا على حد وما كنتهموا حتى حد، ولكن ما كاينش عافيه بلا دخان. اسئله هذه كلها ابحاث. نتمنى خبره على الهواتف في التاريخ وفي التوقيت ديال وقوع الواقعه. هاد العائله تطمئن. القضيه دازت مؤخرا، ولكن ما لا يعرفونه المغاربه هي التبعات والانتكاسه والاثار اللي فيها حنا في الموضوع. في كاين هو دابا في الدار البيضاء، السي عبد الناصر تيقول لك الزوجه ديالي في وضع كارثي، راه مسكينه غادي بها الطب النفسي، الكبده هذيك وليده
بغات تطمئن القلب ديالها. وهنا مشى معايا بعد النظر، قال لك انا كنتمنى انه هادشي ما يتكررش. هو دابا كيتشوف ولده ولكن ما بغاش هادشي لولاد الناس الاخرين. هذه كل اسئله محيره. ولنا الثقه في السيد الوكيل العام للبحث بدقه حول ملابسات الواقعه. ممكن جهاز الدرك، انا نعاود نقولها وانا عارف اش كنقول وكنتحمل مسؤوليتي، لهم من تجربه ما يكفي في اللوجيستيك. الفرقه الوطنيه لها مؤهلات، غنقولها الخيال العلمي، قادرين انهم يبحثوا ويبينوا الحقيقه في الاخير تحت تتبع السيد الوكيل العام اللي تيبين الحقيقه. كانت وفاه ديال الله عز وجل غتبان، كان عمل مدبر غادي ياخذ الحق ديالو. ولنا الثقه في المؤسسات ديال الابحاث، الضابطه القضائيه اللي كتباشر هذا الملف، ولنا الثقه تحت اشراف السيد الوكيل العام، ولنا الثقه كذلك حتى في الساكنه. والشكر الجزيل لدوك الناس اللي راه ماشي غير الدار اللي مألمه دابا، داك الثوار كامل انا كنعرف هذوك الناس ومشيت لتما وعشت ملف تما من اطيب خلق الله. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع قضيه عبد الناصر الذي يبحث عن حقيقه وفاه الابن ديالو. خدا الجهود تدفنها، ولكن لحدود الساعه لم يستصغ هذه الوفاه انه وفاه طبيعيه، ولا زال لحدود الساعه يطالب بحث دقيق حول ملابسات الواقعه. مره اخرى كنعاود نكررها، لان الثقه في المؤسسات اللي تبين الحقيقه اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، التعليق المواطن، شكرا لكم.